مش عارف امتى عدى سنه كامله على الفيديو ده. سنه كامله عملنا فيها ايه دي؟ تعال نشوف. خلال السنه دي عدينا ب 11 دفعه من الجنرال انجلش. كان كل دفعه فيهم متقسمه 12 مستوى. ال 12 مستوى دول متقسمين على معيار صفر للعالم. في كل محاضره كنا بنقدم reading, writing, listening, speaking and grammar. كنا دايما حريصين ان كل ده يتوفر في كل محاضره بتاخدها معانا. الكورس كان بيتقدم بره مصر، جوه مصر، اونلاين واوفلاين، في جروبس وبرايفت، بس مش حاجه غير لما عملناه. بعد فتره قصيره جدا قدرنا ان احنا نطور نظام متابعه كامل اسمه الفولو اب سيستم، علشان الممارسه هي اهم حاجه ممكن تقدم لك في اي كورس لغه. فاخترنا نكون موجودين معاك كل يوم، وبكده انريتش بقت المكان الوحيد اللي بيقدم نظام متابعه كامل يومي. ولسه في حاجه تاني؟ لا لسه في كتير. طول بالك معايا، مش انت اللي سالت. الموضوع ما وقفش بس عند الجنرال انجلش. كنت دايما بتدرس معانا جنرال انجلش، بس في نفس الوقت لو محتاج مساعده في اي حاجه ليها علاقه بمجالك، الفولو اب كان بيساعدك ان انت تزود الريسورسز بتاعتك، وكان بيدي لك ريسورسز زياده علشان تقدر تطور بيها من نفسك وفي مجالك. خلاص على كده؟ لا لسه برضه. بدأنا نضيف تخصصات بشكل كامل. اول حاجه ضفناها كان البيزنس انجلش، ثاني حاجه كانت من اكبر المجالات اللي طلبت مننا وكانت الميديكال انجلش. وعلشان ايماننا الشديد بالتخصص، اللي عمل البيزنس كورس MBA هولدر، واللي عمل الميديكال كورس دكتور، يعني مش بنفتي. يعني كده بتقدموا جنرال وبيزنس وميديكال؟ بالظبط. بس في خلال كل ده ما كناش عايزين نسيب الطلبه ابدا، كنا عايزين دايما نفضل موجودين معاهم ايا كان الوقت وايا كانت المناسبه. ايوه، يعني عملتوا ايه؟ في البدايه عملنا لايف تايم كارد. اللايف تايم كارد ده عباره عن كارت سلمناه لكل الطلبه عشان كنا فعلا مبسوطين بوجودهم معانا من بدايه مشوار. فده كان كارت تقدر تجدد مدى الحياه على نفس العرض. ومع كل لايف تايم كارد كان فيه 5 valuable cards يقدر يسلمهم لاهله او لعيلته او لقرايبه او ايا كان، ويقدروا يشتركوا بيهم على نفس العرض. الكارت ده لسه شغال؟ اسمه لايف تايم كارد، اكيد لسه شغال. انت ايه رايك؟ كنا عارفين كويس جدا ان في بدايه طريقك مع اللغه هتبقى متوتر وهتبقى خايف وهتبقى قلقان، والدنيا معاك مش هتبقى احسن حاجه، وبتحس ان انت خايف تغلط، خايف تتكلم قدام الناس. عشان كده عملنا انريتشز جات تالنت علشان تكسر حاجز الخوف ده، في نفس الوقت تتعلم وانت بتستمتع. حتى في رمضان عملنا سيشنز اسبوعيه بعنوان سلس يوم، وكان الهدف منها اننا نبراكتس بشكل اكبر عن رمضان وعن الاجواء الرمضانيه الجميله. وده كان بيكسر حاجز الخوف فعلا او بيساعدهم؟ اصلا اكيد كان بيتوتر برضو انه يمثل او يعمل مشهد كامل بالانجليزي وهو اصلا بيتكسف. طيب بص، هو في البدايه الموضوع ما كانش سلس نهائي، بس بعد كده الطالب بدا يندمج وبدا يلاقي ان الموضوع فيه فايده. يعني انت مثلا لو في ليفل 3 هتبدا تشوف ان الناس اللي في ليفل 2 بيتعلموا منك عشان يأدوا زيك المره اللي جايه، وانت في ليفل 3 بتتعلم من الناس اللي في ليفل 5، والناس عايزه تساعد بعض وتتعلم من بعض. من اهم الهايلايتس اللي حصلت السنه دي معانا، ناس بداوا معانا من الليفلز الاولى برضو كانوا بيتوتروا وكانوا بيحسوا ان الموضوع مش احسن حاجه معاهم وانهم متوترين. وصلوا لايه دلوقتي؟ وصلوا للادفانس ليفلز معانا، وكتير منهم حبوا يبقوا تيتشرز معانا في المكان. اخدوا تريننج على مستوى عالمي سيلتا بيس، واخترنا كذا حد منهم ان هم يبقوا تيتشرز معانا في المكان دلوقتي، ومن احسن الناس اللي مكسره الدنيا وعاملين فيدباك عالمي معانا دلوقتي. وكان بيحصل فرق في مستواهم بين الليفلز ولا ايه النظام؟ دي كانت اهم حاجه اصلا تهمنا. كان في دايما تقييم مستمر، زي ما بنقيم الطلبه بتوعنا طول الوقت، كانوا برضه هم بيقيموا كل حاجه بتحصل في المكان، سواء تيتشنج، سواء اداره، سواء سيستمز بنقدمها او ايا يكن. ودايما كنا بنستخدم الفيدباكس بتاعتهم والاقتراحات اللي بيقدموها لينا علشان نبقى احسن بكتير وعلشان نطور من نفسنا اول باول. وكتير من اللي وصلنا له دلوقتي كان بسبب اراء الطلاب بتوعنا فيه. حتى الخصوصيه بتاعت الطلبه بتاعتنا كنا محافظين عليها، فاخترنا ان احنا نبعت لك الماتيريال بعد كل محاضره مش قبل المحاضره، هنعرف ليه دلوقتي، بس بعتناها لك على جوجل كلاس روم تحفظا على البرايفسي بتاعتك، وعلشان لو مش عايز تشير اي بيرسونال انفورميشن عنك مع باقي الجروب باستخدام الواتساب جروبس او التليجرام جروبس او ايا يكن. ليه كانت بعد المحاضره؟ علشان قبل المحاضره لو بعت لك الماتيريال غالبا هتقعد تترجم وهتقعد تحضر وهتيجي نرجع تاني لجو الدروس القديم ده، فاحنا ما كناش عايزين ده يحصل. كنا عايزينك كل مره تيجي تتفاجئ بمحتوى المحاضره، وكل مره تيجي تتعلم معانا وتبراكتس وتحاول تبذل مجهود انك تفهم الكلام اللي بيتقدم لك، فكده تبراكتس اكتر وتتعلم بشكل افضل. من اول فيديو قاعدين نقول طلبه، بس احنا فعلا في المكان مش بنتعامل على اننا اداري ومدرس وطالب، احنا كلنا في المكان عيله واحده. وبالنسبه لناس كتير المكان بقى بالنسبه لهم بيتهم التاني، مش مجرد مكان جايين ياخدوا فيه كورس. وبالنسبه للتيتشرز والفريق الاداري احنا ما كناش بننساه، عملنا احتفاليه كرمنا فيها التيم كله على الانجاز الكبير اللي حققناه في وقت قصير جدا. طب وبمناسبه كل الكلام ده، مش هتعملوا عرض لعيلتكم ولا ايه؟ في عرض ان شاء الله هنعمله، والموضوع مش هيقف بس عند العرض. قريب ان شاء الله في سيرفيسز جديده هنقدمها، وفي مفاجآت كتير برضه هنقدمها الايام اللي جايه. الاهم من كل ده خليكم تابعونا الايام اللي جايه كويس، عشان قريب ان شاء الله هنعلن عن الايفنت اللي هتكونوا موجودين فيه معانا بمناسبه مرور سنه. استنيكم.